المعيب جدا، معيب جدا استخدام بسمة لأطفالها. إذا بتدق الباب مع إنه هيدي مش عاداتنا رح أضربها قتلة. أنا بنت عائلة بليز، أنا بيي وأمي معروفين، ما بتقولي عشرة بيني وبين هيفا. قبل تصريح الشوكولامو تصريحات شغلت الرأي العام لنضال الأحمدية. أنت بتعرفي إنه كل جمهورك خسرتيه، إنه ما في داعي حدا يأكد من بعدي. أنا ما بقبل يبقى السوري بلبنان، اتركوا لي محل لإلي، ما فينا نعيش نحن وياهم، في اختلاف كبير بالثقافات، هن بمحل ونحن بمحل، واحد مثلا عم بقول له بليز تعطيني شوكولامو، فقال لي شو؟ قلت له والله ما بعرف، هذا مش مترجم بالعربي اسمه شوكولامو. هالتصريح كان كفيل بأنه يخلي نضال الأحمدية حديث الكل بالأيام الأخيرة، لكنه مش الأول إلها اللي بيستفز الناس، فعندها التاريخ حافل بالتصريحات اللي بتقلب الرأي العام، هذا غير خلافاتها الكبيرة مع النجوم وأيضا بسبب تصريحات عنهم. إلي الشرف كون كلبي ولا كون أصالة نصر. فنضال ما بتفوت ولا فرصة إلا وبتهاجم فيها أصالة من سنوات طويلة. رح أضربها قتلة، ما بقى رح أكتب، رح صير بنت شارع وأضربها. انت عم تهدديها؟ يس. ليه وصلت معك لهون انت وأصالة بهالشكل؟ ما بدي أحكي. الاختلاف على الرأي السياسي بس هيدا هو. بس وفي نجمة ثانية غير أصالة في قائمة أعداء نضال الأحمدية. إذا بتدق الباب مع إنه هيدي مش عاداتنا وقعدها على الباب سنة وما بفتح. وبهالكلام قصدت هيفا وهبي اللي تحولت صداقتهم لعداوة وقضايا، فتم تغريم نضال ب 28 مليون ليرة لبنانية أي حوالي 18500 دولار أمريكي بعد ما ربحت هيفا دعوى القدح والذم اللي رفعتها عليها. أنا بنت عائلة بليز، أنا بيي وأمي معروفين، ما بتقولي عشرة بيني وبين هيفا. كمان هيفا أبوها وأمها معروفين، يعني ما بعرف، أنا ما بعرف من أمها ولا بعرف من بيها، بعرف أمها. شاهدوا التقرير كاملا على ETBالعربي.com.